العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بالعناوين. جهود لمراعاة ضوابط تصدي كورونا في الكليات. مزارع حقات يعربون عن ارتياحهم للجرارات الزراعية. نتائج مشجعة لزراعة الخضر والفاكهة في جنوب البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يجيز فرض عقوبات مصرفية على هونغ كونغ. بريطانيا تعلن حظر عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي لعام جديد. وتجدد الشبكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان. إلى تفاصيل النشرة. تقوم الكليات التي استأنفت التعليم في 16 من يوليو بجهود لمراعاة ضوابط إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. إن محور الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة الإريترية منذ البداية لمكافحة كورونا هي كسر حلقات انتشار الوباء باتخاذ خطوات فاعلة غير طبية تتمثل في إجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة وتعقيم الأدوات والمعدات ومراقبة حرارة المواطنين حسب المستطاع. وتعمل هذه الكليات التي توقفت عن التعليم منذ نهاية شهر مارس لتنفيذ جاد لهذه الإجراءات. وقال عميد كلية الهندسة والتقنية فيما ينفع الدكتور كحسين نقوسة لوكالة إرين أن المتابعة الجادة جارية منذ بدء العملية التعليمية بعد التوقف في 27 من مارس، إدراكا لمخاطر عدم الالتزام بالإجراءات الصادرة لمكافحة الوباء. وأوضح عميد كلية العلوم البروفيسور جابرييل سكودوم أن العمل يجري لالتزام الطلاب والمدرسين والعمال الآخرين بإجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة إضافة إلى فحوصات الحرارة. وأشار الطلاب إلى اهتمامهم بالتباعد الاجتماعي والنظافة أثناء إكمال التعليم المتبقي. ويتلقى حوالي 1800 طالب التعليم في كلية الهندسة والتقنية بما ينفع في العام الدراسي 2019-2020 وحوالي 2000 طالب في كلية العلوم بما ينفع في نفس العام الدراسي. أعرب مزارعو مديرية حقات عن ارتياحهم لتخصيص جرارات حكومية لهم بأسعار مناسبة. وأوضح المزارعون أن فترة الحراثة كانت تفوتهم في انتظار الجرارات في السنوات السابقة وتترك بعض الأراضي دون زراعة، وأن تخصيص 29 جرارا هذه السنة يعد عملا جيدا منذ 3 من يوليو. وذكروا بأن الجرارات الخاصة كانت تحرس لهم بسعر 700 إلى 1000 ناف في الساعة، وتقدم الجرارات الحكومية الخدمة بسعر 300 ناف للساعة الذي يعتبر دعما كبيرا لهم. وتوجد مساحة أكثر من 18,000 هكتار من الأراضي الزراعية التي يزرع 70% منها بالدخن و20 بالذرة و10 بالفول والبقوليات. أعلن مسؤول تنمية النباتات في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد محمد عبد الرحمن أن تنمية الخضر والفاكهة تحقق نتائج مرضية بسعة المساحة والإنتاج. وقال أن فكرة عدم ملائمة الأقليم للزراعة تلاشت بالعمل التطبيقي، موضحا ازدياد المزارعين الناشطين في زراعة الخضروات والفواكه وازدياد المسافات المزروعة. وذكر وجود 220 مزارع على مستوى الأقليم ينمون مساحة 80 هكتار بالنخيل. وأصبح إنتاج الفواكه في المنازل بمدينة عصب ظاهرة طبيعية. وأكد على تعاون وزارة الزراعة ودعمها بالأدوات والبذور والمبيدات والإرشاد المهني لتطوير زراعة الخضر والفاكهة. وأوضح المزارعون أن العمل يرتكز أساسا على الجهد الفردي، لكن العون المهني والمساعدة بالأدوات له دور كبير، مشيدين بدعم وتشجيع وزارة الزراعة. أشاد المزارعون والرعاة في منطقة أونجلي بالخدمات الجيدة التي يقدمها الحفير المشيد بالمنطقة لما يلعبه من دور كبير في تقليل مشاكل مياه الصقيل الماشية والحد من المتاعب. وأشاروا إلى أنهم كانوا يجبرون للترحال لمسافات طويلة بالماشية نتيجة لعدم توفر مصادر المياه عن قرب، إلا أن بناء الحفير قلل الكثير من المشاكل.
ولضمان استمرار الحفير وضع برنامج لتنظيم أنشطة النفير من أجل بناء الحواجز المائية في مساقط المياه. ويسع حفير منطقة ونجلي أكثر من 5000 متر مربع من المياه. يقوم الإريتريون في الداخل والمهجر بالتبرع المالي لتنمية صندوق أمانة الشهداء والتصدي لوباء فيروس كورونا وإعادة أسر الشهداء ومساعدة الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. وأفادت المعلومات الواردة إلينا بأن الجالية الإريترية في إسرائيل تبرعت ب18,090 دولار للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب و16,255 دولار لدعم أسر الشهداء و5,760 لكفالة 8 أسر شهداء، حيث بلغ مجموع التبرع 40,105 دولار. وأفادت السفارة الإريترية في سويسرا تبرع شباب الجبهة الشعبية في بازل 1500 دولار لصندوق أمانة الشهداء، وأسرة السيد تخل مريم 500 دولار لصندوق أمانة الشهداء و500 دولار للتصدي لكورونا. والإريتريون في إشفاوزون 1875 دولار لصندوق أمانة الشهداء. وأفاد تقرير وزارة الصحة بأن متاجر الملابس الجاهزة في مدينة كيرون تبرعت ب16,279 نقفة، وعمال إدارة مشاريع وزارة الصحة في إقليم القشبركة ب11,222 نقفة، وجمعية منتجي الخضر والفاكهة في مدينة هابرو ب4,000 نقفة، وجمعية مدهني ألم أفلباء المقيمين في أسمر 3,000 نقفة، وجمعية مريم أبونا ليبانوس عدلاجين 2,000 نقفة، وحانة سانشاين 2,000 نقفة، ومتجر بلاتال المواد الكهربائية 1,000 نقفة. قدمت قرى أباردة ولاجين ومسقات بمدينة قالنا فيها الدعم المالي والعيني للمحتاجين. وقدم المحسنون في أباردة 92,000 ل 192 أسرة محتاجة، وتقديم المحسنين في لاجين 120,000 نقفة ل 141 أسرة. كما قدم المحسنون في مسقات بضاحية دعر قولوس 5 كنتال ذرة و139,500 نقفة. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. على الصعيد العالمي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا ينهي المعاملات التفضيلية التي كانت تتمتع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتحدة، وأنه أمضى قانونا أقره الكونغرس ويجيز فرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي إن هونغ كونغ ستعامل من الآن فصاعدا مثلما تعامل الصين القارية، لا امتيازات خاصة ولا معاملة اقتصادية خاصة ولا تصدير للتكنولوجيا الحساسة. وأعلن ترامب من جهة ثانية أنه وقع على قانون هونغ كونغ للحكم الذاتي الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة ردا على فرض بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ. ويجوز القانون الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونغ كونغ التي ينظر إليها على أنها تعوق استقلالية المدينة، والأهم من ذلك أنه يجوز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء. أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستحظر شبكات الجيل الخامس الخاصة بشركة الاتصالات الصينية هواوي اعتبارا من نهاية العام الحالي. وأبلغ وزير الثقافة البريطاني أوليفر داودين البرلمان بقرار الحكومة النهائي بعد عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعا لمجلس الأمن الوطني للمملكة المتحدة. وحسب مراقبين فإن القرار البريطاني جاء مفاجئا وقد يؤدي إلى تقويض العلاقات مع الصين، كما يرون أنه جاء بضغط من الولايات المتحدة ونواب في حزب المحافظين. يشار إلى أنه في يناير الماضي قررت الحكومة البريطانية تقليص حصة هواوي في السوق إلى 35%، والسماح بمشاركة القطاعات غير الحساسة في شبكة 5G. وأعادت الاستخبارات البريطانية تقييمها للتعامل مع الشبكة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الأمريكية التي تستخدم هواوي.
وعلق عملاق التكنولوجيا على قرار المملكة المتحدة من خلال وصفه بالمخيب للآمال، وحثت حكومة المملكة المتحدة على إعادة النظر في قرارها. قتل 9 جنود على الأقل في تجديد الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا لليوم التالي على اليوم الثالث على التوالي رغم دعوات دولية لضبط النفس. والاشتباكات المتواصلة بين العدوين اللدودين في جنوب القوقاز هي الأعنف في سنوات، وتثير القلق من تفجر نزاع كبير في المنطقة المضطربة. وقالت أذربيجان أن 7 من جنودها قتلوا بينهم ضابطين كبيرين، فيما أعلنت أرمينيا مقتل 2 من جنودها في أول تأكيد لها لسقوط قتلى في الاشتباكات. وتخوض الجمهوريتان السوفيتان السابقتان نزاعا منذ عقود السيطرة على منطقة ناغورن قرباخ الانفصالية بجنوب غرب أذربيجان، والتي سيطر عليه الانفصاليون أرمنيون خلال حرب في التسعينات أدت إلى مقتل 30,000 شخص. قال مسؤولون في وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية إن السيول والانهيارات الأرضية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وتشريد المئات في جزيرة سولاويزي. وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث راديتيا غاتي إن مسؤولي البحث والإنقاذ ما زالوا يبحثون عن 23 شخصا فقدوا بعد أن ضربت السيول منطقة نورث لو بمقاطعة سولاويزي الجنوبية. وأفاد مسؤولون بالوكالة المحلية للتخفيف من آثار الكوارث ووكالة البحث والإنقاذ بأن الأمطار الغزيرة غمرت 3 أنهار قريبة لعدة أيام، مما دفع السلطات إلى إجلاء 655 شخصا نتيجة الفيضانات. وكثيرا ما تعاني إندونيسيا من الفيضانات والانهيارات الأرضية خاصة خلال موسم الأمطار، على الرغم من أن الوضع غالبا ما يزداد سوءا بسبب عمليات التخلص من الغابات. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت النشرة. هذه تحياتي وتحيات الفريق على عامل، والسلام عليكم ورحمة الله.